أول الأهداف في ملعب المباراة لمصلحة نادي نوروز. الموسم الماضي في آخر مباريات المرحلة 38 تعادل الفريقان بهدف واحد. إبراهيم محمد أول من سجل في شباك الكهرباء وآخر من سجل في شباك الكهرباء. 1-1. وفي الذهاب 2-1 كانت لمصلحة الكهرباء تحت قيادة مدرب نوروز السابق ولي كريم. كرة في وسط الملعب تنقطع من جديد، محاولة ملعوبة تعود إلى كلاوديو أوليفيرا، تذهب إلى جيتان، تنقطع من المدافع، محاولة يجتاز مور، يا سلام يا جيتان، والكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. هذا هو سجاد خليل. بعد أن غادر حسام كاظم الكهرباء، سجاد خليل الآن يبدأ مباشرة بالموسم كأساسي. كرة مرت إلى علي خالد، تعود الكرة عند اللاعب كوينو، تذهب إلى سجاد، سجاد يمرر الكرة إلى الجانب، عادت إلى صلاح، إلى مصطفى صلاح، كرة مقطوعة إلى الخارج إلى رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز. صلاح حسن 26 مباراة أساسي، مباراتين بديل الموسم الماضي، 4 بطاقات صفراء. كرة اللعب جيتان ترتد إلى علي خالد، 31 مباراة أساسي، مباراتين بديل، 8 بطاقات صفراء. طرد أمام أربيل. كرة مقطوعة، يا سلام يا مصطفى صلاح لاعب الاتصالات الوافد الجديد للكهرباء. كرة عادت من جديد وسط الملعب، محاولة، وهناك خطأ لمصلحة نادي الكهرباء. هذا هو اللاعب فيليب مالباسيتش الصربي قادم من FC بلغراد، لعب في الدوري الإسباني التنريفي، فوركوس الإسبانيان، وهوفنهايم الألماني. كرة ملعوبة طويلة من باترين كوينو، تنقطع من خضر علي، طويلة طالت الكرة، مرت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي نوروز. 11 دقيقة. هذا هو اللاعب محمد سلامة الأردني القادم من FC عمان. توسيس، محاولة مقطوعة، مراقبة لسيقة مان تومان. كرة من جديد، يا سلام، إلى صلاح حسن، كرة بالمنتصف إلى إبراهيم محمد، طالت على صلاح، وهجمة عكسية للكهرباء، ويبدو صافرة وخطأ وركلة حرة لمصلحة نادي نوروز. بالسلامة الآن لمصطفى صلاح وللاعب مالبيسيتش. روى يوسف بالسلامة، روى يوسف، كرة مشتركة مع كواكو، اسماعيل كواكو اللاعب الإيفواري القادم من نادي الكاظمية. من جديد كرة عادت، علي مهدي، ميرسيك، هاني شاكر، توسيش، علي، إبراهيم، روى، ميرسيك، طويلة من ميرسيك بدون تركيز. حارس المرمى حسن عباس، مثل ما ذكرت هو حارس مرمى نوروز السابق، لعب مباراتين الموسم الماضي أمام الجوية وأمام القاسم، ودخلت شباك هدفين. عادت إلى خضر علي، خضر، علي خالد، عباس حسن، طالت الكرة مقطوعة الآن لمصلحة نادي نوروز. كرة إلى جيتان، خطأ، تسلل، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة الكهرباء.
لاعب مميز، جيتان لواريا لوامبا لوارا. شوف على كل حال إعادة، وبالإعادة إفادة. ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة الكهرباء. حارس المرمى حسن عباس على التنفيذ. حسن عباس على التنفيذ. طويلة الكرة ملعوبة بالرأس مقطوعة من اللاعب ميرسك، أوجنين ميرسك. تشتت الكرة من كريستيان توسيش، مرت إلى خضر علي بينه وبين جيتان. لاعب مهاري مميز سريع، يحتاج لمراقبة وإسناد لخضر علي من لاعب الشبه اليمين. كرة مرت من كوينو، سجاد سريع الكرة. شوف هذه الكرات بدون تركيز، يعني ماكو لاعب هنا، المفروض يكون تركيز أفضل عند اللاعب. نريد هذا الموسم دوري مميز، يعني هذا الموسم أكثر من 120 لاعب محترف من 33 دولة متواجدين في دورينا. كرة مرت إلى توسيش، علي مهدي، إبراهيم، روى عادت الكرة مقطوعة من كواكو، خضر علي، طويلة الكرة، ميرسك يقطعها، محاولة، أسر لعاد. هذا هو اللاعب مصطفى صلاح. سجاد خليل على التنفيذ. 16 مباراة الموسم الماضي، 3 بديل أو 3 بطاقات صفراء في 16 مباراة أساسي. كرة مقطوعة تعود إلى كواكو، هناك صافرة وخطأ، ركلة حرة لمصلحة نوروز. هذا هو روى يوسف القادم من أربيل، لعب لغاز الشمال أيضا، ولعب لدهوك موسم 2018-2019، ولعب لنادي بلشمركة. شوف 3 لاعبين، وبالتالي عرقلة من علي مهدي الوافد الجديد من القرمة. كرة من جديد ملعوبة وسط الملعب، عادت إلى روى، وعرقلة وركلة حرة لمصلحة نادي آسو رستم يتعرض إلى عرقلة. مارادونا، كلاوديو أوليفيرا، من جديد خطأ ذا السجاد، ركلة حرة لمصلحة نوروز. كلاوديو أوليفيرا 20 مباراة أساسي، 5 مباريات بديل الموسم الثالث، 7 بطاقات صفراء و4 أهداف الموسم الماضي. البرازيلي القادم من دبل حصن، لعب لنوروز موسم 2020-23 وغادر إلى الإمارات وعاد إلى نوروز. ركلة حرة لمصلحة نوروز. تقي فلاح قريب من الكرة، تقي فلاح لاعب الأمان السابق، لعب لنفط الوسط وللكرخ موسم 2020-21. تقي فلاح على التنفيذ، عالية الكرة ملعوبة ومرت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الكهرباء. ركلة مرمى لمصلحة نادي الكهرباء. راضي شنيشي اللي يقود الكهرباء الموسم الثاني بعد استقالة ولي كريم في الأسبوع 18. كرة اللعب من جديد طويلة وعالية مقطوعة، وتسديدة من بعيد إلى حارس المرمى هاني شاكر من محمد سلامة. كرة من محمد سلامة إلى حارس المرمى هاني شاكر. عتم رضا عبد العزيز القادم من النجف، وعتم علي جاسم الحارس القادم من ديالى. سجاد، كوينو، خضر علي، وطالت على عباس حسين إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة نوروز. من جديد خطأ ضد علي خالد قائد الفريق
خطأ ضد علي خالد، لاعب أربك دفاعات الكهرباء جيتان لوامبا لوارا. ركلة حرة لمصلحة نوروز. هذا تسلل واضح على كل حال لحارس المرمى، تسلل رافع ايد الحكم ومشى. كرة إلى مصطفى صلاح، سجاد، باترين كوينو، علي خالد، باترين كوينو، سجاد. كرة مقطوعة، هناك خطأ لمصلحة نادي الكهرباء. كثرة الأخطاء وكثرة الصافرة تفسد متعة اللقاء. مصطفى صلاح لاعب الاتصالات الوافد الجديد للكهرباء. علي تركها إلى سيجيروا باترين كوينو، إلى كواكو، كوينو قصيرة مقطوعة، تذهب إلى آسر، أوليفيرا، مالياسيتش، ترتد الكرة، برافو علي، سجاد، كواكو، ومقطوعة على رمية جانبية للكهرباء، رمية جانبية للكهرباء. كرة عادت عند اللاعب كونو، كواكو، علي خالد، وكرة مرت إلى خارج الملعب إلى رمي جانبية لمصلحة نوروز. 20 دقيقة أو 21 دقيقة وهدف واحد لنوروز، مسجل بالدقيقة الخامسة من عمر المباراة عن طريق جيتان لوامبا لوارا. كرة مرت عند المدافع أوجنين ميرسيك، تنقطع من سجاد. إبراهيم، جيتان، يا سلام، عرضية ملعوبة بالرأس مقطوعة من كوينو، ترتد الكرة، يا سلام يا مصطفى صلاح، ترتد من جديد وتسديدة، يا سلام، كرة يبعدها حسن عباس وتبعد من كوينو إلى ركنية. تسديدة كانت جميلة جدا، وبراعة حسن عباس أنقذت المرمى من كرة خطيرة. آسو، الكرة جميلة إلى ركنية الآن. هذا هو اللاعب البنيني من سوبي ماب. كرة عالية بالرأس وإلى الخارج. مرة أخرى آسو رستم وإلى الخارج. تقريبا منتصف شوط المباراة الأول والنتيجة على حالها، 1 نوروز لا شيء الكهرباء. كرة خطيرة للمرة الثانية على مرمى الكهرباء. لحد الآن الكهرباء لم يخطر مرمى نوروز. بعد مرور منتصف شوط المباراة الأول الكهرباء لم يخطر مرمى نوروز. هذه الكرة القوية اللي أبعدها حارس المرمى حسن عباس. ثاني كرة خطيرة بأقل من دقيقة لآسو رستم. كرة طويلة إلى حارس المرمى. كل كرات لاعبي الكهرباء طويلة ولكن بدون تركيز إلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي نوروز. هاني شاكر لعب الكرة إلى أوجنين ميرسيك، يتخلص من لاعب والثاني ويتعرض إلى عرقلة وركلة حرة لمصلحة نادي نوروز. خطأ ضد اللاعب إسماعيل كواكو، لاعب اللي مثل نادي الكاظمية، لعب للنصر
العماني والسويق وظفار، ولعب للشعلة السعودي وهجر السعودي والطائي والمصنعة العماني. كرة ارتدت، هناك خطأ لمصلحة نادي الكهرباء. فيليب مالبيسيتش الصربي يعتذر من المدافع خضر، وركلة حرة لمصلحة نادي الكهرباء. خضر علي على التنفيذ. الموسم الثاني لخضر علي مع الكهرباء، لعب للزوراء، لعب للطلبة، للشرطة، لنفط الوسط. يشكو من إصابة طفيفة إن شاء الله. ضاغط عليه اللاعب الصربي فيليب. علي خالد على التنفيذ. علي، كرة لعباس، ترتدي لا تقي فلاح، طويلة الكرة. علي خالد، عباس حسن بإيده إلى كونو، كواكو، علي خالد، كواكو، إلى كونو، حارس المرمى حسن عباس. من جديد إلى كونو، كواكو، صلاح حسن، وكرة إلى خارج الملعب لا رمي جانبية لمصلحة الكهرباء. سجاد خليل، مرة أخرى يبعتها ميرسيك، حصل كونو، علي مهدي، علي من جديد، كونو، كواكو، ضاغط عليه روى، ترتدي الى علي مهدي، طويله الى عباس من الجهه البعيده. كره مقطوعه من جديد، علي مهدي مره اخرى، عاليه الكره ومرت الى خارج منطقه الجزاء والى الخارج الى ركله مرمى لمصلحه نادي الكهرباء، نادي نوروز. ركلة مرمى لمصلحة نادي نوروز. مثل ما ذكرت هذا الملعب 5 أندية ستلعب عليه هذا الموسم مؤقتا. طبعا الموصل هو الوحيد اللي اختار ملعب توك ملعبا إله، لكن أربيل، نوروز، زاخو ستلعب حتى أن تستقر الأمور في ملاعبها. كرة مرت إلى ميرسيك، أوجنين ميرسيك، روى من جديد، أو هذا اللاعب إبراهيم محمد. كرة مقطوعة، روى يوسف، تنقطع. يا سلام، كرة محاولة من جديد، مارادونا، روى يلعبها إلى أسو، وروى ما سيطر على الكرة ويرتكب خطأ وركلة حرة لمصلحة نادي الكهرباء. كثرة الأخطاء اليوم، خطأ ضد فيليب مالبيسيتش. ركلة حرة لمصلحة الكهرباء. إبراهيم، سريع الكرة إلى جيتان، ترتد الكرة من سجاد، كرة قصيرة مقطوعة على رمية جانبية لمصلحة الكهرباء. كرة انقطعت من روى يوسف.
خطأ من جديد لمصلحة نادي الكهرباء. بالسلامة للاعب عباس حسين شاحود، لاعب قادم من نادي الناصرية، اللي تبادل المراكز مع مصطفى صلاح. جزيل الشكر للمنسق الإعلامي خيام اللي أرفدنا بالكثير من المعلومات. كرة عادت، رسول عاد الكرة إلى خضر، عالية من خضر، كرة بالرأس من جديد، محاولة عادت مرة أخرى، من جديد محاولة تنقطع مرة أخرى، تذهب إلى فيليب يحاول، كرة لا روا أو آسو عالية إلى خارج الملعب، آسو عالية إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الكهرباء. هل هو روا؟ هذا فيليب على ما يبدو اللي سدد. أحمد عايد ربما سيدخل بدلا من عباس اللي يشكو من إصابة، لاعب ارتكاز أحمد عايد، لاعب منتخبنا الأولمبي. كرة إلى حارس المرمى حسن عباس، علي خالد، خضر، علي خالد، كونو، كرة مقطوعة، يخرج محمد سلامة، أول تغيير، محمد سلامة يترك الملعب اللاعب الأردني ويدخل أحمد عايد، لاعب الغراف السابق، 27 عام، الموسم الماضي سجل في شباك الحدود وأربيل. كرة عادت إلى خضر، علي، أحمد عايد، عادت الكرة إلى حارس المرمى هاني شاكر، أوجنين ميرسك، هاني ميرسك من جديد، هاني مرة أخرى إلى توسيش، روا، كرة ارتدت، صلاح، إبراهيم، فيليب، سريعة إلى أوليفيرا يحاول بينه وبين سجاد، برافو السجاد، يسيطر على الكرة، يلعبها إلى كونو، علي خالد، علي، خضر علي، وكرة مقطوعة من أمام رسول لاعب نادي الموصل، تنقطع من اللاعب كريستيان توسيش الصربي، هذا هو رسول اللي يحمل رقم 11. كرة ويوسف أمامنا بالصورة، 8 مقابل 7 الأخطاء، عالية الكرة وضاعت على علي خالد، صلاح يبعدها، كرة عادت، شوف الملعب أيضا بدأت أرضيته تظهر، كرة مقطوعة، صلاح ترتد من اللاعب مصطفى صلاح، تمر إلى سجاد، عالية من سجاد، تبعد الكرة من اللاعب توسيش، تعود بالمنتصف، وطالت الكرة إلى الخارج على آسو من روا يوسف. خضر علي، أحمد، خضر مرة أخرى،
كواكو اسماعيل كونو سجاد كونو او اسماعيل كواكو كونو علي خالد خضر علي سريع الكرة عباس احمد عايد خضر علي خالد كونو سجاد كرة بالخطأ تبعد من روى تعود إلى سجاد محاولة سريعة حلوة ملعوبة رسول صلاح مصطفى صلاح اسماعيل شدد وإلى الخارج. هذا ثاني تهديد مباشر على نادي نوروز، ثاني تهديد مباشر على مرمى نادي نوروز. من جديد محاولة اللاعب اسماعيل كواكو إلى الخارج. أول مباراة دائما للفريقين 4-1 تسديدات، يعني أول مباراة يكون بها حذر، يكون بها عدم استقرار بالتشكيل. كرة إلى علي كونو سجاد، عادت الكرة مرة أخرى اسماعيل علي مهدي خضر علي عباس، تنقطع من امام الكرة، تقي فلاح يبعدها، جيتان سوتيش وتقي فلاح الى الخارج الى رمية جانبية لمصلحة الكهرباء. احمد عايد كرة داخل منطقة جزاء خطيرة، محاولة من جديد رسول يعيد الكرة، محاولة مرة أخرى، تنقطع الكرة من جديد، تعود الكرة مرة أخرى إلى مصطفى صلاح ما سيطر عليها. أحمد عايد بالمنتصف، أحمد عايد يحاول، يا سلام يا أحمد، يلعب الكرة إلى الجانب، لا على التعيين، ترتد من صلاح هادي إلى خارج، صلاح حسن إلى خارج الملعب. سجاد وأحمد عايد مسيطر على الكرة إلى خارج الملعب لرمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز. هذا أحمد عايد اللي دخل الموسم الماضي، لعب مع الكهرباء 19 مباراة و5 بديل، نال 6 بطاقات صفراء، سجل هدفين في شباك أربيل والحدود. تقي فلاح على التنفيذ، إبراهيم أوليفيرا، عرضية علي خالد برافو يقطع الكرة، مصطفى صلاح اسماعيل علي مهدي علي خالد علي سريع الكرة، تنقطع من توسيتش إلى تقي فلاح، يشتتها تقي فلاح إلى خارج ملعب لا رمية جانبية لمصلحة نادي الكهرباء. بدأ نادي الكهرباء ينشط، كرة عادت علي خالد كونو، صعبة الكرة ترتد، طالت على خضر علي إلى خارج الملعب لا رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز. ما زال نوروز يتقدم بهدف واحد، 8 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. هناك في نفس التوقيت مباراة الطلبة والزاخو. كرة مقطوعة كونو أحمد عايد أو خضر علي المندفع إلى الأمام،
وكرة إلى ركنية لمصلحة نادي الكهرباء. يبدو الحكم إشار إلى ركلة مرمى. كرة اللعب آسو من جديد، وكرة أبعدت إلى خارج الملعب لا رمية جانبية لمصلحة نادي الكهرباء. كونو إسماعيل، سجاد، إسماعيل، عباس يحاول، عباس، رسول، تنقطع الكرة، سجاد أقرب للكرة، علي مهدي بالمنتصف، كرة إلى خضر علي، خضر، إسماعيل، رسول، صعبة على أحمد عايد، تبعد الكرة من جديد، إسماعيل، علي المن، طالت الكرة من أحمد عايد إلى حارس المرمى هاني شاكر. 40 دقيقة بتفصلنا 5 دقائق على نهاية أحداث المباراة بشوطها الأول، والكهرباء يتأخر بهدف من مضيفة نوروز، سجل من قبل اللاعب جيتان بالدقيقة 5 من عمر المباراة. هاني شاكر، كرة مقطوعة من جديد، علي مهدي، خضر علي، أحمد عايد، بعيد الكرة إلى ركلة مرمى. أحمد عايد اعتدنا نشوفه لاعب ارتكاز، دفع به إلى جهة اليمين، وبالسلامة للاعب كريستيان سوتش، قريب من أحمد عايد يعتذر. بالسلامة لكريستيان سوتش. مرة أخرى بالإعادة، نهى سوتش، قصي منير يتحدث مع الكابتن راضي شنيشل. سوتش يلعب ركلة المرمى، كرة لا آسو، دائما يعود إلى الخلف، يصنع كرات من الخلف، محاولة طالت على فيليب، تنقطع. أحمد عايد، إسماعيل، علي خالد، كرة عادت إلى حارس المرمى عباس حسن، عباس إلى كونو يلعب الكرة، المن إلى الخارج، لا على التعيين، إلى رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز. صلاح حسن على التنفيذ، لاعب نادي كربلاء السابق، كربلاء اللي هبط لمصاف الدرجة الممتازة. كرة تنقطع إلى رمية جانبية لمصلحة الكهرباء، سجاد خليل، إبراهيم، كرة بالخطأ، إسماعيل، أحمد، خضر علي، إسماعيل يلعب كرة لعباس، وكرة تنقطع من سوتش من أمام اللاعب عباس حسين. هذا هو عباس حسين لاعب نادي الناصرية، وجوه شابه استقطبها نادي الكهرباء. صلاح، مصطفى صلاح
وعباس حسين. كرة مرت اسماعيل بالراس مقطوعة من صلاح حسن، تبعد الكرة اوليفيرا، راوة ما سيطر على الكرة. احمد عايد، يمر احمد عايد، هجمة الان للكهرباء. احمد يحاول، احمد يحاول، احمد يحاول، احمد تأخر. احمد عباس، عباس حسين يمر، يا سلام يا عباس، تبعد من روى، تعود الكرة لسوتش. ابراهيم اسو، اسو يحاول، اسو يلعبها لجيتان، طالت الكرة وقلت خطورتها، ارتدت الكرة الى فيليب، فيليب يلعب كرة لاسو، اسو لفيليب، ترتد الكرة من علي خالد، علي خالد يستحوذ على الكرة، يتركها الى عباس، عباس يحولها الى علي خالد، علي خالد يلعب كرة طويلة المن لا على التعيين، مرت الى هاني شاكر سهلة. توسش تقي فلاح، 45 دقيقة انتهت وخطأ لمصلحة الكهرباء. شوف الوقت اللي يحسبه الحكم 3 دقائق كوقت محتسب بدل ضايع. خضر، احمد عايد، عباس، احمد، كرة تنقطع من احمد عايد، اسو ترتد الكرة، احمد عايد، عباس، احمد، خضر، احمد عايد، مرة اخرى. شوف بدأ احمد عايد يرجع الى الارتكاز. سجاد، صلاح، مصطفى صلاح، يعني لاعبي الكهرباء الحاح بالكرة بلا مبرر، المفروض يستلم الكرة يمشي. اول بطاقة صفراء في ملعب المباراة لمصطفى صلاح. دخول على اسو وخطأ وركلة حرة وبطاقة صفراء أولى في المباراة للاعب مصطفى صلاح. بالسلامة لآسو. 28 مباراة الموسم الماضي و8 بديل، سجل 9 أهداف، لعب لأندية عديدة، طرد أمام ديال الموسم الماضي، استقلال، الشرطة، أربيل، السالمية، نوروز، 3 محطات مع نوروز، 18 19 21 22 24 25. هذا الموسم الرابع له مع نوروز. لعب لأربيل، للسليمانية، لكربلاء، للبيش مرقة. وهذا مصطفى صلاح والبطاقة الصفراء الأولى في ملعب المباراة. طبعا الوقت المحتسب بدل ضايع، إذا كان توقف يضاف التوقف. بالسلامة إن شاء الله للقائد آسو. هاني شاكر على التنفيذ. طويلة الكرة، خضر علي، أحمد عايد، كرة خلفية جميلة، روى، توسيش، ميرسك، طويلة من ميرسك، سجاد يترك الأرمية جانبية لمصلحة الكهرباء. كرة عادت إلى كونو،
بينية صعبة وخطأ، صعبة على الرسول، وركلة حرة لصالح نادي الكهرباء. ننتظر صافرة حكم اللقاء السيد مهند مناف لتعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول. أحمد عايد طالت عليه الكرة، وصافرة حكم اللقاء السيد مهند مناف تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم نوروز على الكهرباء بهدف وحيد سجل اللاعب جيتان بالدقيقة الخامسة من عمر المباراة. نذهب لاستراحة قصيرة على أمل أن يتجدد اللقاء معكم وأحداث شوط المباراة الثاني.
وين هالصيلي صوت الجمهور؟ والله
من جديد نعاود أحبائي المشاهدين ومتتبعي قنوات شبكة الإعلام العراقي وأحداث شوط المباراة الثاني من لقاء الكهرباء ومضيفه نوروز، اللي انتهى الشوط الأول بتقدم نوروز بهدف واحد سجل اللاعب جيتان لاورا بالدقيقة 5 من عمر المباراة. تغيير ثاني في تشكيلة الكهرباء، لوغاس سانتوس راح يدخل اللاعب الوافد من الشرطة. وأذكر لمن فات معنا بمتابعة أحداث شوط المباراة الأول، هذه المباراة اللي ضيفها ملعب دهوك ويقودها طاقم تحكيم بقيادة مهند مناف، يساعد وائل واثق مدلل، علاء عباس، اياد زاحم، حكم الفيديو احمد عسكر، المساعد احمد صباح، مشرف المباراة اياد عبد الكريم، مراقب الحكام ارسلان قادر. اذا يخرج مصطفى صلاح اللي عنده بطاقة صفراء، ويدخل اللاعب لوغاس سانتوس. تغيير ثاني في تشكيلة فريق نادي الكهرباء. هناك الطلبة يتقدم على زاقو بهدف وحيد، وأمانة بغداد يخسر من ديالى بهدفين مقابل هدف واحد. هذه مباريات اليوم الأول، وستكون هناك مباريات يوم غد. تنطلق أحداث شوط المباراة الثاني، وفريق الكهرباء على يسار الشاشة ونوروز على يمين الشاشة. ولمن فات معنا متابعة أحداث شوط المباراة، تشكيلة الفريقين: هاني شاكر، صلاح حسن، أوجنين ميرسيك، كريستيان توسش، تقي فلاح، روى يوسف، إبراهيم محمد، كلاودي أوليفيرا، فيليب مالباسيتش، وجيتان لاورا، إلى جانب آسو رستم. أما الكهرباء: حسن عباس، خضر علي، كونو، علي خالد، سجاد خليل في خط الدفاع، اسماعيل كواكو، علي مهدي في وسط الملعب، خرج محمد سلامة، دخل أحمد عايد، رسول أحمد، وخرج مصطفى صلاح، ودخل اللاعب لوغاس سانتوس.
يغيب عن الفريق إسحاق منساه بسبب التأشيرة بعد أن كان في معسكر الفريق. غدا هناك 4 مباريات، 2 في السادسة، نفط ميسان مع الميناء، القاسم مع النفط. عند 8:30 هناك مباراة دهوك مع القرمة، ومباراة الزوراء والشرطة مؤجلة. يوم الاثنين الغراف مع الموصل عند 6:00، أربيل مع نجف عند 8:30، والكرخ مع القوة الجوية عند 8:30. هاني شاكر، كرة من ميرسك، كرة بالخطأ، علي خالد، لوكاس، كواكو، أحمد، عباس، كرة بالخطأ، إبراهيم. يبدو الحكم أشار إلى وجود خطأ لمصلحة نادي الكهرباء. عباس حسين يتعرض إلى عرقلة، لاعب نادي الناصرية السابق، واحدة من الوجوه الشابة اللي يستقطبها نادي الكهرباء. ركلة حرة لمصلحة الكهرباء. كرة بالرأس مقطوعة، آسو العائد إلى الخلف، خضر علي يلعب كرة من بعيد إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي نوروز. نوروز الموسم الماضي المركز التاسع ب 53 نقطة، بالمرحلة الأولى كان بالمركز 11، بالمرحلة الثانية كان بالمركز 8، بينما الكهرباء بالمركز 13 ب 49 نقطة، بالمرحلة الأولى كان بالمركز 14، بالمرحلة الثانية كان بالمركز 10. كرة مرت إلى لاورا، آسو شديد، برافو يا حسن، برافو يا حسن عباس. كرة التهديد الثالث من آسو رستم لمرمى نادي الكهرباء، وبراعة اللاعب حسن عباس تنقذ مرمى الكهرباء من كرة خطيرة. برافو يا حسن، برافو يا حسن، لاعب نادي نوروز السابق والمنتقل حديثا للكهرباء. برافو يا حسن. شوفه بالإعادة، كرة بالخطأ من المدافع، استغلها جيتان لاورا ولعبها أسو على الطاير، أنقذها ببراعة حسن عباس. كرة ملعوبة من جديد، أوليفيرا، كونها أبعدها، طالت على إسماعيل كواكو، تنقطع من جديد. عباس حسين، عباس إلمن، مقطوعة من أمام لوكاس، لوكاس من جديد يستحوذ على الكرة، لوكاس يلعبها إلى عباس، عباس حسين، وكرة مقطوعة من جديد ترتد. عباس حسين أقرب للكرة، عباس يستحوذ على الكرة من جديد، يمر عباس، حلوة للوكاس، عادت الكرة من جديد إلى سجاد إلى عباس يهيئ كرة عرضية حلوة لكن مرت بعيدة، أقرب إلى تقي فلاح، يتركها إلى رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز. رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز. أحمد عايد أمامنا بالصورة، هذا تقي فلاح ينفذ رمية جانبية. تقي فلاح على التنفيذ، دفع خطأ لمصلحة نادي نوروز. آسو يتعرض إلى عرقلة، كرة عادت ميرسك، أوجينين ميرسك، كريستيان سوتيش، تمر إلى الجانب إلى تقي فلاح، تقي يلعب كرة طويلة،
اسو يحاول، تنقطع الكرة من الدفاع، محاولة خضر، احمد، كونو، سجاد خليل، عباس حسين، برافو حلوة الى سجاد، اسماعيل، علي مهدي، خضر، تقي فلاح يبعد الكرة، عادت الى اسو، لاورا، لاورا يحاول، يا سلام يا لاورا، لاورا 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 الى الخارج، الى ركلة مرمى. جيتان لاورا الى خارج الملعب، كرة اللعب، خضر، علي مهدي، خضر يحاول، قصيرة مقطوعة، تقي فلاح، سوتش، المن لا على التعيين، مرت الى الخارج، الى رمية جانبية لمصلحة الكهرباء، رمية جانبية لمصلحة الكهرباء. علي بالرأس، لوكاس، ميرسك يعيد الكرة الى هاني شاكر، طبعا نوروز يلعب خارج ملعبه، جمهوره قليل، بآزر جمهور توك اللي يتابع هذه المباراة. ميرسك او جنين ميرسك، كريستيان سوتش، روا، تنقطع، محاولة من جديد، روا يمر سريع، روا الى اسو، اسو الى جيتان لاورا، جيتان 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 جيتان، برافو برافو يا علي خالد، برافو يا علي خالد، ضغط 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 على اللاعب وانقذ المرمى من كرة خطيرة الى ركنية. شوفها بالإعادة، كرة تهيأت على طبق من ذهب لجيتان لاورا، ولكن ضغط، شوف الضغط من علي، والكرة مرت الى خارج الملعب. شوفها بالإعادة، إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى. لا ركنية مثل ما ذكرت، ركنية. كلاوديو أوليفيرا على التنفيذ، أوليفيرا على التنفيذ، وإلى ركنية أخرى لمصلحة النوروز. دقيقة 10 من عمر شوط المباراة الثاني، نلعب الدقيقة 55 من عمر المباراة، وما زال نوروز يحافظ على تقدمه بهدف وحيد. عالية الكرة من جديد، تبعد من الدفاع، كريستيان سوتش، تعود إلى سجاد خليل، سجاد يسيطر على الكرة، يلعبها إلى عباس من الجهة البعيدة، تعود إلى سجاد، سجاد يعيدها إلى كونا، كونا إلى سجاد مرة أخرى، سجاد يمر، سجاد يهيئ إلى عباس حسين، عباس والكرة مقطوعة إلى خارج الملعب، رمية جانبية من اللاعب روا يوسف، رمية جانبية لمصلحة نادي الكهرباء. كونو، علي خالد، علي يلعب الكرة طويلة، هاني بالرأس، برافو يا هاني، تقي فلاح بالكعب، حلوة يا سلام، ولكن طالت من الروا من اللاعب فيليب مارزيفيتش إلى خارج الملعب. خضر علي، كرة عالية، روا، أسو، أسو يحاول يمر، عاد الكرة إلى الخلف، صلاح حسن، وعادت إلى هاني، سوتش، بالمنتصف الكرة، إبراهيم محمد، والكرة الحكم يقول العب، ترتد من سوتش، روا، وعرقلة لروا، وركلة حرة لمصلحة نادي
نوروز. خطأ ضد علي مهدي. علي مهدي الوافد من القرمة. كرة ملعوبة طويلة. لوكاس يحاول، كرة تنقطع من جديد. راوا ما يسيطر على الكرة، تبعد من تقي، كونو أقرب للكرة. علي خالد، كونو سجاد، طويلة الكرة، واسماعيل كواكو. وهناك خطأ لمصلحة نادي الكهرباء، خطأ ضد اللاعب أوزنين ميرسي. ركلة حرة للكهرباء، عالية ملعوبة بالرأس، تبعد. لاورا، يمر لاورا، لاعب سريع مثالي. وهذه بطاقة صفراء، بطاقة صفراء، وعلى أحمد عايد. أحمد عايد. ثاني بطاقة صفراء في ملعب المباراة، والبطاقتين للاعبي نادي الكهرباء، صلاح، مصطفى صلاح وأحمد عايد. لاعب مثالي، لاعب سريع، لياقة بدنية عالية، سجل هدف مبكر. كرة من جديد، أربك دفاعات الكهرباء. أحمد عايد، سريعة من أحمد، والكرة مرت إلى هاني شاكر، طالت على رسول، طالت على رسول أحمد. هذا أيضا لاعب ثالث، رسول أحمد لاعب شاب استقطبه المدرب راضي شنيشن من نادي الموسى. جيتان أوزنين ميرسك، إبراهيم يلعبها إلى تقي فلاح. تقي يلعب كرة، وكرة تبعد من الدفاع، يبعتها خضر علي. مرة أخرى محاولة من جديد، كلاودي أوليفيرا، تعود الكرة إلى إبراهيم. إبراهيم محمد، إبراهيم إلى صلاح حسن. صلاح من الجهة البعيدة يلعبها إلى أسو. أسو يحاول، يا سلام، والكرة مقطوعة من علي خالد. علي يلعب الكرة بالمنتصف، تعود من أحمد عايد إلى خضر. أعتقد بطاقة صفراء لتقي فلاح، وبطاقة صفراء إسقاط لأحمد عايد. تقي فلاح البطاقة الصفراء الثالثة في ملعب المباراة، والأولى لفريق نادي النوروز. ركلة حرة لمصلحة الكهرباء. اسماعيل، أوليفيرا، خطأ، وركلة حرة لمصلحة نادي نوروز. نهض أوليفيرا الآن، شوفه بالإعادة، اتكاء على المنافس من سجاد خليل، وركلة حرة لمصلحة نادي نوروز. محاولة مقطوعة الكرة، برافو يا عباس. أحمد عايد،
خضر علي رحيم راح يدخل. ومنتظر رحيم ايضا راح يدخل. كرة الى خارج الملعب الى ركلة مرمى لمصلحة نادي نوروز. اذا تغييرين الان، رسول يترك الملعب، يخرج عباس حسين، ويخرج ايضا اسماعيل كواكو. اذا اسماعيل كواكو يخرج وعباس حسين ايضا يخرج، ويدخل ويخرج جيتان. شوف اللي دخلوا. يخرج ايضا اللاعب فيليب مالبازيتش وايضا جيتان لاورا. كرة بالرأس. محمد رضا يدخل ايضا في تشكيلة نوروز. عباس حسين او حسن عباس. كرة لاراوا يلعبها سريعة، كرة خطيرة، اوليفيرا والى الخارج. ركلة اوليفيرا يلعبها. مروان حسين يدخل ايضا. مروان حسين مع رضا محمد يدخلان الى ارض الملعب. اذا تغييرين لنادي الكهرباء. كرة مرت الان سريعة، اوليفيرا من الجهة البعيدة، عارضية عالية، مرت الى الجهة القريبة. ابراهيم محمد اول من سجل على الكهرباء واخر من سجل على الكهرباء. ومحاولة من اسو. سجاد كرة مرت الى حارس المرمى هاني شاكر. هاني مرسك، رضا محمد، صلاح حسن، رضا ومروان. رايو صفار مروان حسين. ويبدو الحكم يقول تشيكينج جول ومروان حسين بعد دخوله بالدقيقة 62 يسجل أول أهدافه بعد دقيقتين و29 ثانية بالدقيقة 64. إذا ما تأكد من تسجيل الهدف. شوف الكرة، مروان يتوغل ويلعبها بذكاء، يتخلص من الحارس ويلعبها إلى داخل الشباك. ونشوف التأكيد غرفة الفار من صحة الهدف من عدمه. الموسم الماضي مروان حسين سجل ثاني الهدافين بعد مهند علي 17 هدف. الموسم الثاني 30 مباراة 7 بديل، صاحب 6 هاتريك في دورينا. إذن تشيكينج جول ما زلنا ننتظر. بالمناسبة الفريقان التقيا في 8 مناسبات سابقة، مرة واحدة فاز نوروز و3 مرات الكهرباء و4 بالتعادل. أول مواجهة جمعتهم موسم 21-22 إبراهيم محمد سجل هدفين وفرحان شكور سجل للكهرباء، فاز نوروز وفاز الكهرباء. ومهيمن سليم سجل في الإياب هدف الفوز للكهرباء، ومهيمن سليم وزاهر ميداني سجلوا هدفي الفوز موسم 22-23 2-1 ذهابا والتعادل سلبا
في لقاء الإياب. ننتظر ما زلنا تشيكن جول، ثم 23 24 1-1 ذهابا 1-1 إيابا، و24 25 1-2 للكهرباء، و1-1 تعادل. إذا فوز وحيد لنوروز، وسجل الكهرباء 9، وتسلل هدف ملغي، تسلل هدف ملغي، هدف ملغي، تسلل نو جول. إذا تسلل هو الأقرب بالخط، هو الأقرب تسلل. شوف الفار ايش قد يفيد، رغم انه لعب كرة جميلة. استغربت انه يكون مروان على الدكة، لكن للمدرب فكرة. يخرج الآن أوليفيرا ويدخل هيران أزاد، تغييرين آخرين. هيران أزاد القادم من القوة الجوية، أكثر لاعب بديل بالقوة الجوية، 13 مباراة الموسم الماضي، أكثر لاعب بديل بالقوة الجوية، 13 مباراة الموسم الماضي. هيران بدلا من أوليفيرا، والآن عندنا محمد دلاور بدلا من صلاح حسن. أيضا مستغرب على جلوس محمد دلاور القائد واللاعب المميز. كرة اللعب الآن علي خالد، خضر علي، تنقطع، مرت إلى الخارج. تقي فلاح. محمد دلاور لعب 4 مواسم مع نادي نوروز، 33 مباراة أساسي، 3 بديل، وطرد أمام الكرخ لاعب أربيل السابق. كرة لا دلاور، هيران أزاد، أسر استم بالرأس مقطوعة من كونو، رسول إبراهيم، مروان ما سيطر على الكرة، بالرأس من رضا، ترتد الكرة، علي رحيم اللي لعب الكرة، سوتش، أوجنين ميرسيك، محاولة طالت على رضا. استغرب كيف المدرب أخرج اللاعب المميز جيتان لاورا اللي سجل الهدف. لاعب كان مربك دفاعات الكهرباء. خطأ من جديد، دقيقة 70 من عمر المواجهة. علي رحيم يتعرض إلى عرقلة، كرة ملعوبة إلى علي خالد. علي يلعب الكرة، رسول، لوكاس طالت الكرة، روى، علي رحيم، كرة إلى لوكاس، علي رحيم، صعبة أصبحت. أحمد عايد، رسول، أحمد، لا قصيرة، تنقطع من تقي فلاح إلى رمي جانبية لمصلحة الكهرباء. 71 دقيقة من عمر المواجهة، ما زال نوروز يحافظ على تقدمه بهدف وحيد. خضر علي، أحمد عايد،
رسول يحاول، رسول يسيطر على الكرة، وبرافو برافو روى، أبعد الكرة إلى ركنية. لاعب مكافح مثابر في وسط الميدان. ركنية لمصلحة الكهرباء. ثلاثة مقابل واحد. هاني شاكر يترقب، عرضية عالية، مرت الكرة، رسول يحاول، كرة أبعدها المدافع وخطيرة، وإلى هاني شاكر. هاني شاكر كان اكو احتكاك مع الحارس، كان اكو احتكاك مع الحارس. علي مهدي بالسلامة إن شاء الله مع هاني شاكر. علي مهدي وهاني شاكر بالسلامة إن شاء الله. شوف رسول لعبها، يعني اللقطة السابقة كان احتكاك مع الحارس من قبل لوكاس سانتوس. بالسلامة لعلي مهدي ولهاني شاكر. دربكة كانت، هل كان هناك ضرب للاعب علي مهدي؟ عموما القرار لحكم اللقاء. بالسلامة لهاني شاكر ولعلي مهدي. ومثل ما ذكرت هل كان هناك ضرب لعلي مهدي، تشيكينج بنالتي. اللقطة صعبة، اللقطة صعبة. حارس علي جاسم البديل، نهض هاني شاكر، يقول له انتظر الصافرة، ده انتظر التشيكينج وغرفة الفار. صعبة اللقطة، صعبة. اكو ضرب لعلي مهدي لكن من ميرسك، لكن اللقطة صعبة. نشوفها بالإعادة إن شاء الله. راح يشوف الحالة الحكم. اتركوا لي الحكم يا اخوان، ما يجوز هذا، ما يجوز، ما يجوز. اتركوا لي الحكم، ممكن يروح يرجع يقول لكم ماكو جزاء. اتركوه، هو صاحب القرار، ما يجوز هذا. على شنو الاحتجاج؟ ممكن نشوف اللقطة بالإعادة، هذه اللقطة بالإعادة. هل كان ضرب من اللاعب توسيتش، كريستيان توسيتش لعلي مهدي؟ ضرب يعني بالبطن. على كل حال القرار لصاحب القرار، حكم المباراة السيد مهند مناف. هذه من زاوية أخرى من الخلف. أكو ضرب من سوتش، كريستيان سوتش على علي مهدي، لكن يبقى تقدير الحالة لحكم المباراة ولغرفة الفار. غرفة الفار استدعوه، قال له تعال شوف الحالة، أنت اللي تقدرها. أكو ضرب أم ماكو ضرب؟ تأكيد لحكم المباراة. الله يعين الحكام في تقدير الحالات الصعبة. الكرة أقرب للمدافع، يعني الكرة أقرب للمدافع.
عموما ما زلنا ننتظر قرار حكم المباراة السيد مهند مناف. يلا يا مهند، الله لا يحير عبده. صعبة الله يعين المهند، صعب. انت لو تجري الحقيقة هو من الاول اكو دفع للحارس يعني قبل الحالة، ومع ذلك مشاه الحكم وصارت حالة علي مهدي. الان وين راح يرجع؟ صار ضرب لعلي مهدي، والحالة الان يقدرها حكم اللقاء. إذن حكم اللقاء يعني ما راح أعتقد يقول جزاء. جزاء، أول جزاء في دورينا، أول جزاء في دورينا. إذن ركلة جزاء وضرب من توسيش، وبطاقة صفراء للاعب كريستيان توسيش. شوف الحالة، ضرب كان لعلي مهدي، ضرب كان قوي لعلي مهدي. إذا ركلة جزاء، آسو يحتاج. ركلة جزاء بالدقيقة 78 من عمر المباراة. من سينفذ؟ اللاعب اللي سجل 5 أهداف الموسم الماضي، لوكاس سانتوس على التنفيذ. هاني شاكر في المرمى. نلعب بالدقيقة 79 من عمر المباراة. لوكاس سانتوس على التنفيذ. لوكاس قدام، سجل هدف التعادل. جول! هدف التعادل، هدف التعادل للكهرباء عن طريق لوكاس سانتوس في الدقيقة 79 من عمر المباراة. لوكاس سانتوس يسجل هدف التعادل بالدقيقة 79 من عمر المباراة. 1-1. اللاعب البرازيلي الوافد من الشرطة يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء، وهو صاحب أسرع هدف بديل الموسم الماضي بعد نزوله ب43 ثانية في شباك القرمل. صاحب أسرع هدف بديل الموسم الماضي للاعب بديل عندما سجل في شباك القرمل بالثانية 43 من دخوله. وهنا فرحة قصي منير بإدراك التعادل. 1-1 الآن. الدقائق القادمة راح تكون صعبة على الفريقين. احنا ترى موسم 25 صححوا الاخوان في شركة عشتار، مشكورين. كرة ارتدت مرة أخرى، تلعب في وسط الملعب. عادت الكرة، علي رحيم إلى أحمد عايد، وكرة طالت إلى هاني شاكر حارس المرمى. هاني وجنين ميرسيك. روى من جديد. ميرسيك، روى يوسف، كرة مقطوعة. أحمد رحيم أو علي رحيم إلى خارج ملعب الرمية جانبية لمصلحة نادي الكهرباء. 10 دقائق أو أقل تفصلنا على نهاية المباراة بأكملها. 1-1. قد يكون
أول تعادل بعد أن تقدم ديالا على الأمانة. هناك الطلبة متقدم على زاخو في شوط المباراة الأول، وهنا التعادل بهدف واحد. ما زال الطلبة يتقدم بهدف واحد. كرة خطيرة، برافو يا حسن عباس، ومرة أخرى الكرة طالت إلى خارج الملعب، طالت من هيران أزاد. هيران أزاد يلعب كرة إلى خارج الملعب. طبعا هيران أزاد 5 مباريات أساسي، 13 مباراة بديل، أكثر لاعب بديل في تشكيلة القوة الجوية الموسم الماضي. هذه الكرة اللي لعبها إلى خارج الملعب. فرصة تضيع على فريق نادي نوروز أمام حسرة داليبور. مدرب فريق نوروز داليبور سافيتش. كرة وسط الملعب، 9 مقابل 3 تسديدات. سجاد، رسول يلعب الكرة طويلة، ما سيطر عليها رسول. سجاد، علي رحيم، علي مهدي، علي رحيم، علي خالد، رسول، تبعد الكرة، محاولة، أسو مقطوعة الكرة. علي مهدي، رسول، أحمد عايد، علي مهدي، رسول، خضر علي يلعبها، محمد دلاور، روى، كرة مقطوعة لمصلحة نادي الكهرباء. علي مهدي، منتظر رحيم، طالت عليه الكرة. أوجينين ميرسيك، محاولة مقطوعة من أمام هيران أزاد. خضر علي، هيران ضاغط عليه، برافو هيران. كرة عادت إلى سوتيش، روا يوسف، أوجينين ميرسيك. أوجينين يلعب الكرة حلوة سريعة، طالت على دلاور إلى خارج الملعب. ركلة مرمى لمصلحة الكهرباء. حسن عباس اللي تألق في لقاء اليوم. ركلة مرمى لمصلحة الكهرباء، أن تعود من خارج الديار بنقطة أفضل مما تعود فاقد 3 نقاط. حسن عباس على التنفيذ، 5 دقائق تفصلنا على النهاية. كرة بالرأس، سوتيش، سجاد، منتظر محمد، سجاد مرة أخرى، عرضية من سجاد تبعد من ميرسك إلى رمية جانبية لمصلحة الكهرباء. سجاد بعد التعادل بدأ دائما الفريق المتأخر من يسجل يندفع أكثر. منتظر، تنقطع الكرة من جديد. محاولة طالت على أسو. علي مهدي، قصيرة بالخطأ. دلاور، أسو مرة أخرى، كرة إلى هيران أزاد. هيران أزاد، مروان، عادت الكرة إلى هيران أزاد. هيران أزاد إلى مروان. مروان داخل منطقة جزاء، خطير هذا اللاعب.
خطير والكرة عادت. الله يا الله، ماذا فعل البدلاء؟ ماذا فعل مروان؟ مروان يا مروان يا مروان يا مروان يا مروان، هيا كرة على طبق من ذهب إلى رضا 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 محمد رضا اللي يسجل هدف التقدم بالدقيقة 86 من عمر المباراة. بالدقيقة 86 محمد رضا يسجل هدف التقدم لفريق نادي النوروز. محمد رضا يسجل هدف التقدم لمصلحة نوروز بالدقيقة 86 من عمر المباراة. شوف الكرة من هيران أزاد إلى مروان هيا كرة لنفسه، لعبها بذكاء وبرأسية من محمد رضا ترتطم بالقائم وتسجل هدف التقدم. ويا أجمل ما فعل مروان، لم يكن أناني، هيا كرة على طبق من ذهب إلى محمد رضا اللي لعبها برأسية جميلة وسجل هدف التقدم لمصلحة نادي نوروز. 2 نوروز 1 الكهرباء، 2 نوروز وواحد الكهرباء. أوليفيرا على الدكة يحمل محمد رضا ويقبل محمد رضا على تسجيله للهدف الثاني. تغيير أخير لفريق نادي مرتضى هديب القادم من الكهرباء. لعب للكهرباء، يخرج إبراهيم يقوي منطقة الوسط، ومرتضى هديب اللاعب اللي لعب لنوروز موسم 23-24، لعب للنجف، لعب لنفط ميسان، وانتقل من نوروز إلى الكهرباء وعاد هذا الموسم. يخرج إبراهيم ويدخل. استنفذ الآن نوروز تغييراته، باقي تغيير واحد للكهرباء. كرة إلى رسول، دقيقتان تفصلنا على النهاية. كرة مقطوعة، مروان طالت الكرة، مرتضى هديب، روى يوسف، محمد دلاور من الجهة البعيدة، دلاور يحاول، عادت الكرة إلى الخلف، أوجينين مرسك إلى حارس المرمى هاني شاكر، سوتش، كونو من جديد، يا سلام، طالت إلى أحمد عايد، كونو مرة أخرى، مقطوعة الكرة من جديد. اسو خبرة زميله كان بالاوفسايد، عادها إلى هاني إلى خارج الملعب، لا رمية جانبية لمصلحة نادي الكهرباء. آخر دقيقة من الوقت الرسمي باستثناء التوقف. خضر محمد يترك الملعب ويدخل حسين نعيم يدخل. خضر محمد يترك الملعب ويدخل حسين نعيم. انتهت تغييرات نادي الكهرباء أيضا. حسين نعيم القادم من البحري. علي مهدي 9 دقائق يضيف الحكم، وقت محتسب بدل ضايع. سجاد 9 دقائق طويلة في عالم المستديرة. انتهت 90 دقيقة، نلعب الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضايع. خطأ ضد مروان حسين. كرة طويلة بالرأس، علي رحيم، سجاد، كونو، طويلة الكرة، كرة طالت إلى خارج الملعب، لا ركلة مرمى لمصلحتنا، طالت على اللاعب
حسين نعيم الوافد من أو على أحمد عايد. شوف جمهور دوك اللي آزر الفريق. كرة لآسو، هيران أزاد، هيران، وخطأ لمصلحة نوروز، وبطاقة صفراء ليوسف نعيم أو لحسين نعيم. حسين نعيم، بطاقة لحسين نعيم. بطاقة صفراء لحسين نعيم. شوف عرقلة واضحة من حسين نعيم، وركلة حرة من مكان خطير لنادي نوروز. هو هيران علي مهدي اللي عرقله، علي مهدي اللي عرقله. هيران أزاد على التنفيذ، ويبدو احتجاج اللاعب حسين نعيم، انذر على ضوءه. محمد رضا أسو وهيران أزاد على التنفيذ. جدار صد من لاعبي نادي الكهرباء. هيران، والكرة إلى حارس المرمى حسن عباس. سريعة ملعوبة، محمد دلاور، كونو، أسو، هيران، يا سلام يا هيران إلى مروان، وركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة نادي نوروز في وقت قاتل. عرقلة واضحة في منطقة الجزاء، وركلة جزاء ثانية يمنحها الحكم في هذا اللقاء لمصلحة نوروز بعد أن منح ركلة للكهرباء. هذه ركلة ثانية وعرقلة من علي خالد لمروان، ومروان اللي تسبب بهدف وتسبب بركلة جزاء بديل ناجح. يعني البدلاء في نوروز حركوا المباراة، هيران، محمد رضا، ومروان حسين. الآن تشيكينج بنالتي، تشيكينج بنالتي. وآسر رستم على التنفيذ. آسر 9 أهداف الموسم الماضي، آسر 9 أهداف الموسم الماضي. هو هدف اطمئنان هذا في وقت قاتل، في وقت قاتل. ما زال ينتظر التأكيد، ما زال ينتظر التأكيد. يعني عد 9 دقائق هم راح نضيف وقت بعد. نشوف. إذن بنالتي، ركلة جزاء. آسو، آسو رستم قدام ويسجل الهدف الثالث، يسجل الهدف الثالث. جول، جول لفريق نوروز، هدف ثالث لنوروز، هدف ثالث عن طريق آسو رستم. آسو رستم يسجل الهدف الثالث بالدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدل ضايع. بالدقيقة 96 يسجل الهدف الثالث آسو رستم. 3 أهداف لنوروز، هدف واحد للكهرباء. 3 أهداف لنوروز، هدف واحد للكهرباء أمام حصرة المدرب راضي شليش. شوف بالإعادة، والكرة مرت على يسار الحارس حسن عباس.
آسو آسو، جماهير تهتف آسو آسو، وحركة بديعة من آسو. كرة وجول، جول من منتظر رحيم، من منتظر رحيم يسجل بالدقيقة 7 من الوقت المحتسب بدل ضايع بكرة. منتظر رحيم يسجل، فاتتنا اللقطة، شوف بالإعادة، وكرة استغلها خطأ من المدافعين. شوف 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 خطأ من المدافعين، والكرة إلى داخل الشباك، يعلن من خلال تقليص الفارق منتظر رحيم ويسجل الهدف الثاني للكهرباء. شوف الكرة للكهرباء، الهدف الثاني ليسجل اللاعب منتظر رحيم. منتظر اللي سجل 3 أهداف الموسم الماضي، 4 مباريات أساسي، 10 بديل. وأنا أعتقد خلوا الحكم نشوف، هي أكو إعادة، أكو الفار، خلونا نرجع للفار. يعني على كل حال بيها اللقطة، بيها شيل اللقطة، بيها شيل اللقطة، بيها شيل اللقطة، خلينا نشوف بيها شيل اللقطة. عموما حكم اللقاء، أنا ما أريد أقول الحالة، بس خلي الحكم هو يقولها. اللقطة بيها شيء، بيها شيء. ننتظر غرفة الفار. أحمد عسكر، ماذا أعلن الحكم؟ هدف. إذن 3-2، إذن هدف صحيح. خطأ الآن، لا 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 يا شباب، لا لا، هذا ابتداء الموسم. خلونا علي رحيم، لا علي رحيم لا. يتكلمون مع الحكم، خلينا نشوف المن القرار، المن البطاقة. إذن بطاقة لعلي خالد، بطاقة لعلي خالد، وبطاقة المن لمحمد دلاور. ال9 دقائق الآن في طريقها للنهاية، ولكن اكو توقف. كرة تلعب عالية، هل يفلح الكهرباء بإدراك التعادل؟ علي مهدي، ترتد الكرة، مروان حسين، مروان يحاول يقتل وقت. كرة ترتد من علي، محمد رضا، محمد دلاور، بالرأس تنقطع من اللاعب كونو، روى، هيران أزاد، ورمية جانبية لمصلحة نادي الكهرباء. يجب أن يرجع عمود الزاوية. رمية جانبية الآن للكهرباء، حسن نعيم بالرأس، مرة أخرى الكرة، عالية، أحمد عايد، أحمد من جديد، علي رحيم، ورمية جانبية لمصلحة الكهرباء. 10 دقائق مرت، نلعب الدقيقة 11، توقف صار في الوقت المحتسب بدل ضايع. أحمد عايد يحاول يمر، كرة تنقطع من مرتضى هدير، عادت الكرة من جديد، لوكاس، وتسديدة من أحمد إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. كان بالإمكان أن يسدد بشكل أفضل.
هاني شاكر. كرة مقطوعة. الدقيقة الثالثة انضافت على التسع دقائق. مروان، محمد دلاور، وكرة إلى حارس المرمى حسن عباس. علي خالد يلعب بالكرة. أحمد عايد. يا سلام يا أحمد، يا سلام. كرة بينية لا علي رحيم، وكرة تبعد من سوتش إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة الكهرباء. وصافرة الحكم مهند مناف تعلن نهاية أحداث هذه المواجهة بفوز نوروز على الكهرباء ب3 أهداف مقابل هدفين. سجلت الأهداف عن طريق جيتان لاورا بدقيقة 5 لنوروز، لوكاس سانتوس من ركلة جزاء عادل للكهرباء بدقيقة 79، محمد رضا أضاف الهدف الثاني لنوروز بدقيقة 86، آسو رستم أضاف الهدف الثالث بدقيقة 66 من ركلة جزاء، ومنتظر رحيم خلص النتيجة بالدقيقة 97 للكهرباء. بهذه النتيجة تنتهي المباراة بفوز نوروز. نقول مبروك لنوروز، حظ أوفر هارد لك للكهرباء. سعدت برفقتكم، شكرا متابعتكم، وإلى لقاء قادم آخر بإذن الله. Thank you.